لأن القدر في الحقيقة أمر غيبي، كما قال ابن عباس: القدر سر الله جل جلاله. لهذا كلامنا فيما ستسمع إن شاء الله تعالى إنما هو من مشكاة الوحي من القرآن والسنة، ولا يجوز لأحد أن يخوض في مسائل الغيب بعامة وفي مسائل القدر إلا عن علم ودليل، لأن الخوض في ذلك بالعقول والأوهام والأقيسة مسلك من مسالك الضلال، والشيطان يأتي العبد ليضله عن سبيل الله بأن يخوض في فعل الله جل وعلا بالعلل والأقيسة. ولهذا أحسن ابن تيمية رحمه الله في قوله في تائيته القدرية المشهورة، قال: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. يريد المرء أن يدرك لما حصل كذا، ولما اهتدى فلان وضل فلان، ولما أعطي هذا ومنع ذاك، ولما مرض هذا وصح ذاك، ولما هذا صار ملك وذاك صار عبدا، ولما. فإذا خاض في أفعال الله وفي ما يحدث في الملكوت بقوله لما، فإنه سيضل كما ضل أهل الجاهلية، إلا أن يتابع ما علل الله جل وعلا به ما يحدث في كتابه أو جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن الأصل الأصيل كمقدمة لهذا الموضوع المهم أن لا نخوض في القدر إلا بعلم، وأن نؤمن به كما سيأتي بخيره وشره، وألا نقول لما يقضي الله جل وعلا لما حدث ذاك ولما لم يحدث كذا وكذا. الإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا في أصحابه أتاه جبريل على صورة رجل فقال: يا رسول الله أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. قال: صدقت. قال: فأخبرني. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان، وجاء في القرآن إثبات ذلك في غير ما موضع، كما قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكما قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال جل وعلا: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فما من شيء يحدث إلا ويحدث بقدر الله جل وعلا. فما معنى القدر وما معنى القضاء؟ وهل بينهما صلة أو أن معناهما واحد؟